كرة لا زالت في منطقة وسط الملعب بالنسبة للاعبي المنتخب اليمني. تمريرة في الجهة اليمنى. حذاري يا شباب، حذاري يا شباب، عدم ترك المساحات امام لاعبي المنتخب اليمني. برافو ابعاد الكرة، برافو التقدم، برافو ايضا التراجع واغلاق المساحات امام لاعبي المنتخب اليمني. جول، نعم الهدف الاول للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني يتقدم في التاريخ الى النهائي، يسجل اول اهداف في هذه اللحظات على حساب منتخبنا الوطني. التقدم بمتابعة وخطأ دفاعي بعد تقدم حارس المرمى، يسجل المنتخب اليمني أول أهداف. نعم فرحة يمنية في المدرجات، معلش خطأ لدفاعات منتخبنا الوطني. هذا أخطر لاعبي المنتخب اليمني، تحدث عن عادل قاصر، هداف غاب في المباراة الماضية. خطأ الدفاعي كبير، حارس المرمى ايضا، وتمركز لاعبي منتخب اليمن. معليش ان شاء الله منتخبنا الوطني قادر على العودة، قادر على تصحيح المسار، قادر ان يتواجد في المباراة النهائية باذن الله تعالى. معليش هدف يأتي بهذا التوقيت خير من ان لا يأتي في اوقات متأخرة من شوط المباراة الثاني. عودة من جديد، لمسة حلوة، الكرة في انطلاقة لمنتخبنا الوطني. يلا يا شباب، يلا يا شباب. محمد جمعة محاولة في المرور، عرضية خطرة، جول، لكن الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب. خطأ الآن المنتخب اليمني عالية وأمامية في منطقة وسط ملعب المباراة، عالية وأمامية، خاطرة الآن، خاطرة المنتخب اليمني. أوهو، برافو 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 للمنتخب اليمني. محاولة الآن في إرسال كرة للأمام، يا سلام، طريقة جميلة في نقل الكرة واستخلاصها من أمام لاعب المنتخب اليمني. عودة من جديد لمنتخب اليمن، نقترب من 20 دقيقة الأخيرة. عرضية ملعوبة، إبعاد للكرة يا شباب، لا 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 لا، برافو يا البستكي، برافو يا البستكي، برافو يا البستكي. جميل جميل، صحيح إن كان هناك خطأ، لكن أن تستمر بالخطأ فهي كارثة في أرضية الملعب. لكن برافو برافو حقيقة لما يقدم حارس المرمى محمد البستكي. شوف على مرحلتين، إن كان هناك ضربة ركنية فعلا أن لامست الكرة قبل مغادرتها إلى خارج أرضية الملعب للاعب منتخبنا الوطني. نشوف، نقترب من الدقائق 10 الأخيرة واليمن لا زال متقدم. أوه، خطأ دفاعي كاد أن يكلف منتخبنا الوطني هدف ثاني. مباراة حذر مطلوب، الوصول إلى النهائي فرحة كبيرة منتظرة بإذن الله تعالى. كرة الآن فيها محاولة للمنتخب اليمني، إرسال الكرة في الجهة اليمنى، محاولة في لعب كرة عرضية، تسديدة. الهدف الثاني للمنتخب اليمني، نعم يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي شوط المباراة الثاني. يسجل عادل قاسم الهدف الشخصي الثاني، والثاني للمنتخب اليمني. منتخب اليمن 2، منتخب الإمارات لا شيء. كرة مثل هذه لم يستطيع التعامل لاعبي منتخب الإمارات في إبعادها. معليش، مباراة تبقى كبيرة، صعود لدور نصف النهائي لمنتخب الإمارات، لكن منتخب اليمن أيضا يقدم مباراة جميلة. وهدف ثاني، زاوية مفتوحة من البستكي، استغلها عادل قاسم في تسجيل هدف ثاني. منتخبنا الإماراتي بعد التعادل سلبيا في شوط المباراة الأول